السلام عليكم. واش فلوسكم واش داروا الكراغيله اشرف عسقل؟ انا تنقول لهم 11 ونص فقط. واش فلوسكم واش داروا الجزائريين؟ اخواني اخواتي، الجزائريين خداو واحد الصوره ورسموا عليها واحد الكبش وجايبينها المنطقه الحدوديه باه قال لك اسيدي باش يوريو المغاربه هاكو باش تعيدوا. اولا هادو اللي داروها ما نقولوش 11 ونص فاقل، وانما نزيدوا لهم واحد شويه نقولوا 12 فاقل. ثانيا انهم راكبين على الداسيه اللي تيصنعوها المغاربه. وثالثا ان المغاربه تياكلوا اللحم بواحد الثمن اللي هو معقول اليوم، وان اللحم الخير موجود والكسيبه موجوده وعطى الله الخير. اذا حنا ما نناقشوش القرار ديال الغاء نحر اضحيات العيد اللي قالها جلاله الملك، واللي حنا راضيين بالقرار الملكي، واللي عاد بالخير على القطيع وغادي يعود بالخير على المواطن المغربي وعلى الاستهلاك ديال اللحوم. غير باش يفهموا بان راه مابقاتش تصاور، كان على الاقل يجيب واحد 10 الخرفان ولا يشري واحد 14 خروف، لان عارفين هما اساسا بعد الجزائريين الا بغاو ياخذوا الكبش ديال العيد خصهم يديروا القرعه، والا بغاو يشريو الكبش ديال العيد خصهم يديروا التزام، والا بغاو ياخذوا العيد خصهم مجموعه ديال الامور. اخواني اخواتي، صراحه الكراغيله يوم على يوم تتبان بانهم عندهم واحد العقده سميتها المملكه المغربيه، وان النظام الجزائري تيضحك عليهم كيف ما بغا. نقولها دائما، ان يعيش من بطوش فابور على الكرغولي ان يقف في الطابور. اشكاليه الحليب واشكاليه الذكاء الاصطناعي والحصاد والى غير ذلك، فبداو كيتحدثوا كذلك على الاكتفاء الذاتي والحصاد والى غير ذلك، وغادي نرجعوا الاخوان والاخوات لهذا الموضوع هذا. ولكن هنا تيبان لك بان العقل الكرغولي على قد الحال. اخواني اخواتي، معليش ما نقدر اشكال نيوز غتفهموا قدر. الا تفضلتوا بالبقاء، عطيتونا واحد لايك، بارطاجيتوا الفيديو مع الاصدقاء ديالك، خليتي لي واحد التعليق. انا عارف كالكرغولي غتالم في التعاليق، واخا نتوما اللي جبتونا حنا غادي نجاوبكم، حنا تنجاوبكم فقط. البارح ولا البارح كان جا بن بطوش اللي صراحه هو اللي عارف من اين تؤكل الكثيف الجزائريه. بن بطوش جاي راكب في الطياره وخارج من تما واستقبال والى غير ذلك وفي اليسات وكذا، لان الجزائر كتعيش واحد الحصار في المنطقه. فحاول عبد المجيد تبون وشنقريحه والى غير ذلك، عبد المجيد تبون المهبول وشنقريحه الحمق، فحاولوا اخواني اخواتي انهم يجيبوا بن بطوش يبرد عليهم شويه. ولكن باش تشوف الجزائريين كنا ناس بعقولهم شي وحدين البعض فيهم، ولكن ماشي كل شيء، وانما لان ما يجمع ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري اكثر من يفرقه. لان المغاربه وقفوا معكم، وقفوا المغاربه في الوقيته ديال الحزه، وقفوا المغاربه الوقيته اللي خصكم نوقفوا معكم، والوقيته اللي خص المغرب يكون على جنب الجزائر وقف معاه من اجل استقلال الجزائر. واخا راه ما صدقوش، ولكن معليش. ولكن يا الكرغولي يا 10 بعقل يا 11 ونص بعقل، باش تجيب الصوره على الاقل كنتي تشري خروف، تمشي للسوق وتبين انك شريتي خروف وقادر تشري خروف، وانك حصلتي على خروف وما درتيش الوثائق المطلوبه وما درتيش القرعه وما درتيش انك دير التزام والى غير ذلك، وجيب الخروف اخاي ديك الساعه ونعرفوك بانك حصلتي على خروف ووريه لنا، نعرفوك بانك انت بعد جايب الصوره عيدتي. اش غنقول لكم الاخوان؟ مع الكراغله الواقفين في الطابور ما لن تقدر ان تغمض عينيك. عرفتي الا ما بارطاجيتيش هذا الفيديو، عارف مالي اللي كيفاش في الصوره اللي راكبين في الداسيه المغربيه ودايرين الصوره ديال الكبش منعوك باش دير لايك حتى هي. الى اللقاء.